دي صينية بتنجان باللحمة المفرومة، هتنسوا بيها أي طريقة بتنجان عملتوه قبل كده. تعالوا أقول لكم عملته إزاي. أول حاجة عملتها قليت شرايح البتنجان وخليتها على جنب، بعد كده عصجت اللحمة المفروم في شوية من الزيت أو الزبدة، شوحت فيها بصلاية مفرومة ونزلت عليها باللحمة، قلبتها كده لغاية ما اتفتتت وضفت عليها ملح وفلفل أسود وتوابل مشكلة أو توابل لحمة، ولما اتعصجت ضفت عليها معلقة من صلصة الطماطم، بعد كده قلبتها مع بعض كويس لغاية ما بقت جاهزة وخليتها على جنب. للصوص استخدمت معلقة كبيرة من الزبدة وشوحت فيها 4 فصوص من الثوم المفرومين لغاية لما دبلوا بس وروايحهم ظهرت كده، ضفت عليها 3 معالق كبار من صلصة الطماطم، قلبت الصلصة مع التوم، بعد كده خففتهم بكوباية من المية ودوبت كل الصلصة مع المية كده كويس، وحطيت عليهم شوية من الملح والفلفل الأسود وخليتها على نار هادية بس لغاية لما تاخد غلوتين 3 كده. بعد كده جبت الصينية أو الطاجن اللي هيدخل الفرن وحطيت أول طبقة من البتنجان، تاني طبقة هتكون شوية من اللحمة، حطيت تقريبا نص الكمية، بعد كده حطيت طبقة تانية كمان من البتنجان وبقية اللحمة حطيتها على الوش، بعد كده صبيت الصوص ودخلتها فرن ساخن على أعلى درجة حرارة لمدة ربع ساعة بس. بعد ربع ساعة خرجتها وحطيت على الوش شوية من الجبنة، ودي خطوة اختيارية تماما، ورجعتها تاني الفرن بس بعد ما قفلته الجبنة تسيح بحرارة الفرن. وكده بقت جاهزة، قدموها مع رز أبيض أو رز بشعرية، متأكدة إنها هتعجبكم. استناكوا تجربوها بطريقتي وإنجوي.